موبايل جديد من سامسونج مش بيقدم اي ميزه، ما اعرفش عملوا ليه بصراحه. هو نفس الجيل القديم بالظبط، زود لك السطوع شويه، حط لك معالج اعلى شويه، ومن باب الكرم زود لك البطاريه 200 ملي امبير، وعشان ما تزعلش كبر لك حجم الشاشه شويه. موبايل النهارده عليه كم مراجعات ايجابيه تشوفهم تقول مفيش غلطه. استنى تعالى، الكلام ده مش هنا. انا هجيب لك اهم مميزات وعيوب السامسونج اس 24 اف اي ونقارنه مع الجيل القديم، وللعلم سعره عالي جدا، بس كمل يمكن تغير رايك. بيقدم نفس تجربة الجيل القديم مع نفس تردد ال 120 هرتز، وهو جميل مش وحش، بس مفيش تطوير. مع معالج اعلى شوية، كان ادرينوس 2200 بقى ادرينوس 2400 اي، فرق بينهم 150 الف نقطة على انتوتو، مش فرق كبير. خلي بالك انت تاخد نفس التجربة، وفي الالعاب وخصوصا ببجي لسه 60 فريم، اكيد عشان معالج جديد. لو فضل 60 يبقى حرام صراحة، حرام ادفع فوق ال 700 دولار في موبايل 60 فريم بس الايام الجاية هتاكد اكتر مع تجربة صوت ستيريو محيطي مع صوت حلو وواضح يعجبك. ولو بصينا على الشاشه هتلاقي 3 تعديلات بس. السطوع من 1450 شمعه بقى 1900 شمعه، الشاشه من 6.4 انش بقت 6.7 انش، طبقه الحمايه من جوريلا جلاس 5 بقت جوريلا جلاس فيرتوس بلس، تستحمل اكتر صدمات وخبطات. غير كده الشاشه واحده من نوع سوبر اموليد 2 اكس بتدعم اتش دي ار 10 بلس وجوده فول اتش دي بلس، مفيش اي جديد. والطبيعي في اي تصميم اقول لك اتغير، بس سامسونج كان ليها راي تاني، نازل لك بنفس التصميم هتلاقيه في اي موبايل سامسونج معاك، محدش يعرف ده اصدار ايه ولا سنه كام، كلهم زي بعض، مع ظهر من الزجاج وفريم الومنيوم. وحابب اشكر سامسونج انهم طوروا من نفسهم ونزلوا الوان جديده ترديد بقى وكده، عاملين زي الايفون، احنا نزلنا بنفس الحاجه بس غيرنا الالوان، كتر خيرك. ونزل لك بوزن اعلى 213 جرام وسمك اصغر شويه 8 مللي، حلو. وزي الجيل القديم بيدعم مقاومه ميه معيار اي بي 68. اما نظام الشرايح فيا ريت تركز فيه شويه، لان في منه نسخ كتير بتنزل، في عندك بشريحه واحده نانو او شريحتين نانو او شريحه نانو مع اي سيم او 2 اي سيم، لازم تركز جدا قبل الطلب لو اشتريته يعني. وبيدعم ال 5 جي واي فاي 6 اي بلوتوث 5 و3 وان اف سي، لكن السوفت وير ما اختلفش حاجه عن الجيل القديم، هو ال1 يو اي 6.1 والاندرويد 14 والمميزات اللي كلنا عارفينها، بس حط لك كلمه اي اي في الموقع بتاعهم عشان تنبهر وتشتري، ما انت مش متابع بقى. مع سرعه في الحركه والتنقل وفتح وقفل التطبيقات بمساعده المعالج والتردد والسوفت وير زي الجيل القديم يعني، مش ميزه جديده هنا. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيله، كفايه كده. ويلا نشوف التطوير اللي حصل في الكاميرات، وهو مش تطوير يعني، ما فيش اي جديد. 3 كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا زوم مع 3 اكس اوبتيكال، والاخيره 12 ميجا الترا وايد. وسواء الاس 23 اف اي او الاس 24 اف اي فهم بيقدموا تجربه محترمه في التصوير، بس اس 24 اف اي ضافوا ميزات اي اي اعلى، تحسين اللقطات والصور، معالجه افضل اضاءه والوان. سواء الاساسيه بتكون جميله مع تفاصيل واضحه الوان مظبوطه، او الالترا وايد مع تفاصيل واضحه بس اغمق درجه، او الزوم في ال 3 اكس محترم جدا، تفاصيل واضحه اضاءه مظبوطه والوان مظبوطه، ومعاك لحد ال 10 اكس بيطلع تفاصيل محترمه وواضحه ومظبوطه جدا. لكن مع ال 30 اكس هتحس انك بتصور بموبايل نوكيا، فبلاش، خلينا مع ال 10 اكس احسن. الصوره دي جميله مش عشان بحب الكلاب وكده، لا هي جميله فعلا مش معترض عليها، ودي اجمل صراحه، مطلعه التفاصيل في الزرع واضح كفايه، مش حاسس انه مبكسل او الالوان مش مظبوطه، لا كويس جدا والاضاءه كويسه صراحه. الصوره دي تنفع خلفيه، وبيصور فيديو لحد 8K 30 فريم محترم جدا وثابت كفايه في الحركه، مش هيضايقك، موضح التفاصيل كويس والاضاءه مظبوطه، العناصر واضحه كفايه. وفي السيلفي جميل مع كاميرا 10 ميجا بكسل بتطلع تفاصيل محترمه وواضحه، اضاءه مظبوطه، الوان مظبوطه. وبيصور فيديو 4K 60 فريم مع تفاصيل محترمه جدا للوش والدقن، ظابط الاضاءه كويس جدا وثابت كفايه في الحركه، ممتاز. لكن البطاريه زودها لك 200 ملي امبير بس، من 4500 بقت 4700 مع نفس الشحن ال 25 واط. استنى سنتين كمان ينزلوا بال 45 واط. بيدعم شحن لاسلكي 15 واط ولاسلكي عكسي، ومتوسط مده الشحن تقريبا ساعه ونص، حرفيا ما فيش اي جديد، كاني اتكلمت عن الاس 23 اف اي. الرامات بقى هي اللي فيها نقله في التردد، كانت 3200 ميجا هرتز بقت 4200 ميجا هرتز، ابتدينا نتطور اهو. لكن نزلك برام 8 دي ما بقتش موجوده حرفيا في المنافسين، انزلي على
على الاقل 12 جيجا، ومساحه التخزين من نوع UFS 3.1 زي القديم، وثلاث انواع 128 و256 و512. مع احترامي ليكوا بس 128 ايه لازمتها؟ يعني انت مسافه ما تجيب الموبايل تلاقيه اتملى، مش منطقي خالص. انت كمان شايل لي تركيب كارت الميموري. وباختصار هنعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. انا عاجبني صراحه الكاميرات بشكل عام ممتازه جدا، لكن ما قدمتش جديد عن الجيل القديم، مجرد اضافات بالاي اي. الشاشه جميله كالوان وتفاصيل، لكن السطوع مش عالي كفايه، والجوده ما تنفعش في السعر ده نهائي. ما فيش اي جديد يتقال في التصميم. وجود مقاومه ميه زي الجيل القديم، معالج اعلى درجه من الجيل القديم. السوفت وير ما قدمش اي جديد، هتلاقي نفس الميزات في الموبايل عندك عادي. بيدعم اي سيم، ميزه تحترم. البطاريه زودها لك شويه، لكن برضه مش الافضل بين المنافسين، والشاحن ما ينفعش نهائي على سعره. الصدمه بعد كل ده في السعر. تخيل ان نسخه 128 جيجا بتنزل بسعر $717 في الهند، ونسخه 256 جيجا بسعر $788، قول 800، يعني نفس سعر الايفون 16 الجديد. وبالسعر ده في موبايلات منافسه جدا واقوى منهم. صراحه ما انصحش بيه، ما تفكرش تشتريه نهائي، ما يستاهلش سعره. انت بتدفع فلوس عشان تاخد نفس الجيل القديم. طب اشتري الجيل القديم ارخص يا سيدي. مش مقتنع؟ هات لك جيل قديم من سامسونج افضل لك. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، والاشتراك واللايك. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات، ونلحق اي حد قبل ما يشتريه وينخدع فيه. وادينا قربنا اهو ل 10000. هجهز مسابقه ونبتدي نوزع هدايا، ومن ضمنهم موبايل وكم حاجه كده لسه هتعرفوا كل التفاصيل اول ما اوصل باذن الله. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال. سلام.